اتجوزك انت باللي في وشك ده؟ يا أستاذة حياء، الصحة ما بتدومش، ولا الشباب بيدوم، ولا الجمال بيدوم. اللي بيدوم الروح الحلوة والقلب الطيب. انت لو ما قبلتش العروسه اللي امك جايبها لك المره دي امك تزعل منك قوي، حقها تفرح بيك، نفسنا كلنا نفرح بيك. وعلى فكره العروس زي القمر. يا جودي فهميني، الجمال مش كل حاجة، احنا أسرة، ولو ما كانتش واحدة محترمة وبنت ناس هتخش بينا هتفرقنا من بعض. وبعدين يا ستي أنا مش هزعلها وهسمع كلامها وهروح أتقدم للعروسة دي، بس سيبوني أتعامل معاها على طريقتي. نورتني يا استاذ حمدي، والله يا مرحب بيك، اهلا نورتونا. يا أهلا بيك. معلش الحاجة تعبانة شوية ما قدرتش تيجي معانا. فين عروستنا بقى؟ عايزه افرح وزغل. تعالي حاجه. استاذ حمدي قعد 15 سنه في اوروبا ورجع بلد عشان خاطر يتجوز ويستقر ويفرح، وجاي يتقدم لك يا حياه. يتقدم لمين؟ يتقدم لنا؟ هو ما بصش لنفسه في المرايه قبل ما يجي ولا ايه؟ انا اتجوزك انت باللي في وشك ده؟ يا أستاذة حياء، الصحة ما بتدومش، ولا الشباب بيدوم، ولا الجمال بيدوم. اللي بيدوم الروح الحلوة والقلب الطيب. انت بتصبر نفسك بالكلام ده. انا اسف يا استاذ حمدي، والله مش عارف اقول لك ايه. هي صحيح اختي الصغيره، بس انا ما اقدرش اجبرها على حاجه. يا أستاذة عماد، الجواز حب وتفاهم وارتياح، وأنا بصراحة ما ارتحتلهاش من أول ما دخلت بالصينية. اتفضل حضرتك، ده السي في بتاعي. انا خريجة تجارة ومعايا شهادة خبرة. شفت الاعلان اللي حضرتك منزله على السكرتارية فكنت جاية اقدم على الوظيفة. مالك بتبصيلي كده ليه؟ اصل الحقيقة حضرتك فيك شبه من واحد كده كان متقدم لي، بس كان فيه. وحمة؟ ايوه بالظبط. عرفت منين؟ هتصدقي بقى لو قلتلك الشخص ده هو أنا؟ ازاي؟ طب والوحمة؟ الوحمه كان اختبار لقلبك الاسود اللي ما بيشوفش غير المظاهر. الشركه اللي انت جايه تقدمي فيها دي كنت تبقي صاحبتها.